دكتور رامي، ثواني، ثانية واحدة ثانية واحدة، اصبر. يا دكتور رامي ركز معايا ثواني بس. ايه يا عم، عايز ايه؟ هو انت ليه بتكتب في ورقه؟ ما تكتب في التاب اسهل. تاب؟ طب انا مستعد اكتب في التاب لو قلت لي اول تاب تم انتاجه سنة كام. اهلا بيكم على الطبيعي، معاكم رامي طارق. هتتفاجئ يا ابن بلدي لو قلت لك ان اول تابلت تم الاعلان عنه لاول مره في معرض الالكترونيات الاستهلاكيه سنه 1992 ونزل الاسواق سنه 1993، يعني قبل البوم كلام الناس وراجعين وهتعدي بتاع ايهاب توفيق. والجهاز ده كان اسمه نيوتن مسج باد، والجهاز ده كان انتاج شركه ابل. ايوه، شركه ابل بتاعه الايفون. يعني نيوتن اكتشف الجاذبيه لما التفاحه وقعت، وبعد كده التفاحه نفسها انتجت نيوتن. سبحان الله. والجدير بالذكر بقى ان اول تابلت انتجته شركه سامسونج كانت سنه 2010، يعني متاخرين 17 سنه. التابلت نيوتن ده كان متطور جدا، كنت تقدر تكتب عليه بقلم الكتروني وهو يحول اللي كتبته لمعلومات رقميه. تخيل ان كل ده كان متوفر سنه 93، يعني قبل ما انا اتولد. والغريب قوي ان بالرغم من كل التقدم ده ابل شالت المنتج من السوق سنه 98، يعني بعد 5 سنين بس. يعني في الاول كان نيوتن قاعد والتفاحه وقعت، المره دي نيوتن نفسه اللي وقع. تفتكر ابل وقفته ليه؟ تفتكر ابل ما عادتش تبيعه ليه؟ اكيد كان في اسباب كتير، لكن اعتقد السبب الرئيسي ان وقتها ما كانش في وعي كافي بالمنتج ده، ما كانش في ادراك لاهميته. الناس ما كانوش مستعدين ان هم يستخدموا جهاز سابق لعصره بالشكل ده، المجتمع ما كانش عنده الفكر والدرايه ازاي يستخدم جهاز بالامكانيات دي. في راي تاني بيقول ان ما كانش ده السبب الرئيسي. السبب الرئيسي ان سعره كان غالي قوي. سعره كان غالي ولا يعتبر غالي؟ ويعني كان بكام؟ كان ب $700. ايه يعني $700 يا عبد القادر بيه اكسلانس؟ انا ابعت الشوفير بتاعي دلوقتي فورا. ما علينا، نكمل موضوعنا. هل ان السعر غالي ده مختلف عن الراي اللي قبله؟ مش دلوقتي ممكن تجيب تاب من السوق وتدفع $1000 و2 و3 كمان؟ والعلم في تابس دلوقتي تكلفتها بتزيد عن $1,000,000 و2 و3. يا صحيح مرصعه بالالماظ ومن عظم الديناصورات، بس في ناس دماغها كده، هنعمل ايه؟ مش يمكن السر ورا ان ما بقاش يفرق سعر المنتج ان اصبح فيه وعي، وبقى الجمهور عارف قيمته وعنده ادراك لاهميته وطرق استعماله. طيب تعالوا بقى نبدل المنتج ده بحاجه ثانيه. تعالوا نحط مكانه تخصصي، العلاج الطبيعي. انا بتلكك بصراحه، انا عايز احط تخصصي ونشوف هل المجتمع عنده وعي كافي باهميه العلاج الطبيعي ولا لا. تعرفوا يعني العلاج الطبيعي يا رجاله؟ علاج الطبيعي؟ تعرف عن علاج الطبيعي؟ علاج طبيعي ولا حاجه خالص. هو مش عارف. ايوه معرفش. ما تعرفش اي حاجه عن العلاج الطبيعي خالص. لا ما اعرفش عنه حاجه صراحه خالص. ما عنديش معلومه يعني، خالص. مش خلفيه عنه ولا اي حاجه. ما اعرفش الصراحه خالص. ما عندكش اي معلومات عن العلاج الطبيعي؟ اصل انا دكتور علاج طبيعي ويحز فيا. انا ادرس علاج طبيعي. والله العظيم. والله طالبه علاج طبيعي طالبه علاج طبيعي من الكويت اهي. العلاج الطبيعي اللي هو مثلا عن الاعشاب الطبيعيه، العلاج بالاعشاب الطبيعيه بدل الادويه اللي هي مثلا تفاعل الادويه، لا بيبقى مثلا اعشاب طبيعيه مثلا. لو في واحد عنده وجع في عضلاته او في حاجات كده. ايوه، نعمل له ايه بقى؟ يعني انا دلوقتي دكتور حاجه زي ايه؟ زي مساج كده او حاجه كده. يعني مساج كده صح؟ العلاج الطبيعي يعني زي مساج، حاجات زي كده. اول ما دخلت كليه علاج طبيعي قرايبك وزمايلك والكلام ده وعيهم على العلاج الطبيعي قالوا لك ايه؟ يقول لك صدق. قالوا لك ايه؟ مدلكه. لو تدليك ولا برضه تدليك ماشي. ها، تعرف ايه عن العلاج الطبيعي؟ العلاج على الدلك الطبيعي؟ العلاج الطبيعي مش الدلك الطبيعي، مش التدليك الطبيعي. يعني كنت عامله قبل كده بس في ركبتي كانت اصابه عشان بلعب مصارعه. العلاج الطبيعي ده اساس كرة القدم. انا بعمل علاج طبيعي. كويس قوي. تشتكي من ايه؟ عندي كتف. كتفك ماله؟ كتفي وضهري. بتلعب رياضه معينه وجات لك اصابه؟ بتلعب ايه؟ MMA. مقاتل بقى والكلام ده. بصراحة كنت بعمل علاج طبيعي قبل كده، عندي فقرة رابعة وخمسة، فكنت بعمل فقرة رابعة وخمسة عامل كده يا راجل. ده انت مهمل جدا. العلاج الطبيعي هو يعني علاج اللي بيتعلق بالعصب والعضل وبعض المشاكل اللي بتكون في العظام وحاجة بالشكل كده. هايل جدا. علاج تأهيل يعني. هايل جدا. والله احنا اللهم لك الحمد للحين ما جربناه. هو اهم شيء. ما جربت. لكن في ناس من زملائنا اللي صارت لهم حوادث واستمروا على العلاج ما شاء الله، يعني كأنهم استغنوا عن عمليات. كويس قوي. هو حياه للجسم حقيقه ما شاء الله. يعني هو ثيرابي لما حد مثلا بيتصاب اصابه ملاعب او اصابه في حادثه او كده، فهو بيبقى كايند اوف ثيرابي عشان الحاجه اللي هو اتصاب فيها دي ترجع تفانكشن زي الاول. فانكشن زي الاول، عشان بس المستمع يعرف يعني ايه فانكشن. فانكشن يعني تؤدي.
وثيرابي يعني علاج، صح كده؟ طيب انت ايه معلوماتك عن العلاج الطبيعي؟ يعني العلاج الطبيعي ده ما بعرفش صدقني. ما تعرفيش. طيب ومش هنسال فيروز عشان فيروز بتتكسف. اعرف ان هو بيبقى دايما الحل اللي ممكن يرجع البني ادم مثلا، ممكن يرجع الحته اللي كان فيها اصابه او حاجه لاصلها بعد العمليه او حاجه لو في حاجه حصلت خطيره مثلا. تمام. وانت؟ يعني هو انا معلوماتي محدوده، ان الناس مثلا بيبقى عندها شلل نصفي او حاجه ما بيبقوش لسه متعودين انهم يقدروا يمشوا زي الاول، فهم بيعملوا علاج طبيعي بس. تمام. بس انت كده دلوقتي بتتكلم لو حد عنده شلل نصفي وبيتكلم لو حد عمل عمليه. العلاج الطبيعي يشتغل الاثنين؟ يعني ده قسمين مختلفين، ده مثلا اعصاب وده جراحه عظام مثلا. تمام. يعني عندي زملاء كان عندهم زي الانزلاق الغضروفي. ايوه. وسوى 3 عمليات وما نجحتش، يعني عمل العلاج ودحين ما شاء الله صحته احلى من اهميته حقيقه انا شفتها في اسرتي يعني. الحمد لله كويس جدا. يعني. تعرف حاجه عن العلاج الطبيعي؟ ايه؟ العلاج الطبيعي تعرف عنه حاجه؟ طيب اشتكيت قبل كده من اي الام او اي اوجاع او حاجه؟ الحمد لله خالص؟ لا. ما رحتش دكاتره؟ يا عم سلام عليكم. ازاي دول حوالين العالم استخدمت العلاج الطبيعي مش في اي حاجه، لا ده في اقتصادها، في توفير مليارات. خلينا نبدا بامريكا مثلا. في تقرير صادر عن جمعيه اسمها الجمعيه الدوليه للعلاج الطبيعي WCBT، اختصار بقى WCBT ده وورلد حاجه مش فاكر ايه. المهم يعني انه بيقول ان الولايات المتحده بتوفر سنويا 100 مليار دولار بسبب العلاج الطبيعي، رقم ضخم جدا. اخدوا مثلا بجراحات الركبه. اشمعنى الركبه تحديدا يعني؟ يا سيدي بقول لك مثال. المهم يعني انه تكلفه الجراحه الواحده للركبه الواحده $20,000، لكن المريض لما بيستخدم علاج طبيعي بدل الجراحه تكلفه بتنزل ل $6,000 بس. ازاي بس؟ $6,000 دول يعني 300,000 جنيه مصري لكل مريض. عليا النعمه لو جه هنا مصر والدكتور اخد 20,000 جنيه هيفضي له العياده ببقيه المرضى. انا بهزر. يعني في امريكا المريض يدفع 6 بدل ما يدفع 20. يوفر كام بقى؟ يوفر 14. هنا بقى حسبوا قالوا احصائيا حوالي 1,000,000 مريض ركبه هنعمل معاه النظام ده. يبقى احنا وفرنا كام؟ وفرنا 14 ضربناهم في مليون، يعني 14 مليار دولار في نوع جراحه واحد بس. انا بس راضي ذمتك. هو في كام ركبه هنا؟ اهو الدكش اهو، ركبتين اهم. في كام كتفين وفي كم عد انت بقى يعني ما تتعبنيش. والكلام ده مش في امريكا بس. تعال بقى نتفسح ونلف العالم شويه. في المانيا بقى سنه 2021 اتعمل بحث عن الام الظهر المزمنه، لقوا ان العلاج الطبيعي في المانيا بيخلي الدوله توفر 1824 يورو لكل مريض. تخيل بقى لو في 5 مليون شخص عندهم الام ظهر مزمنه، اضرب 5 مليون في 1824 وانا والله ما هحسب. شوف انت الرقم هيطلع كام. يا عم مش شرط تحسب خلي الوسط احمد يا عم، احنا بنوفر فلوس بس يعني. فاهم الفكره؟ فاهم؟ احنا لسه في المانيا وبنتكلم دلوقتي عن تاثير العلاج الطبيعي على تقليل عدد ايام الاجازات. ايوه، كل مريض عدد اجازاته قلت عن الطبيعي ب 27 يوم، يعني 27 يوم في السنه اتوفروا لكل موظف. لو عندك 1,000,000 موظف وفرت 27 مليون يوم للدوله. وايه يعني؟ لو اخدوا كورس مع مدام اعتماد هتعلمهم ازاي يمضوا حضور وانصراف ويوفروا في ايام الاجازات وهم بيحضروا. ايه يعني؟ اعجاز. نطير على السويد ونشوف عملوا ايه. سنة 2016 كان في دراسة بتقول ان السويد بتخسر حوالي 1,300,000,000 بسبب الخمول البدني. لكن العلاج الطبيعي في السويد ساعدهم يقللوا الرقم ده بنسبة 50-60%، يعني وفروا من 600 ل 700 مليون دولار. تخيل العلاج الطبيعي نشط الناس، خلاهم يتحركوا، وفروا فلوس. دول تانية كتير زي كندا، بريطانيا، استراليا، هولندا، ابحاث كتير اتعملت عن تأثير العلاج الطبيعي في الاقتصاد. الخلاصه اللي فرق في الدول دي مش الفلوس، اللي فرق في الدول دي الوعي. وعي الناس بالعلم، بالابحاث، بالاحصائيات، بالعلاج الطبيعي وبغيره يا سيدي من التخصصات. هل ممكن نوصل لده في مصر؟ اكيد نقدر، بس محتاجين نشتغل اكتر على الوعي مش التثقيف. واحنا على الطبيعي باذن الله هنعمل كده. الفترة الأخيرة في صناعة محتوى كتير جدا. وسط صناعة المحتوى دي في صناعة محتوى بتزود الوعي بصراحة، لكن للأسف ليها جمهور خاص. احنا في فئات عمرية محددة وفئات مجتمعية كمان عايزين نوصل لها ونديها الاستفادة دي لأنهم يستحقوا مننا ده. احنا على الطبيعي عايزين ناخد أفكار جديدة نطرحها. تعالوا نتناقش مع بعض في الكومنتات ممكن نعمل ايه عشان نستقطب الفئات المجتمعية دي، عشان جمهورنا ما يبقاش الجمهور التقليدي. كان معكم رامي طارق، شكرا لمشاهدتكم. او حاجه حصلت مثلا اثر عمليه هو بيعرف يعالجها احسن.
يا ابن اللذين.